يعرف كثير من الجزائريين أنفسهم هكذا: نحن أمازيغ، عربنا الإسلام. ليس من فراغ، فالأمازيغية من مقومات الهوية الجزائرية بل الشخصية المغاربية. والشاهد أن أمازيغا أي الأمازيغ أو البربر كما سماهم الرومان والإغريق، في إشارة إلى كل من لا ينتمي لمنظومتهم الحضارية، هم سكان شمال أفريقيا الأصليون. يمتد وجود الأمازيغ من واحة سيوة شرقا في مصر إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا. مع وصول الإسلام إلى شمال أفريقيا استعرب جزء من الأمازيغ واحتفظ آخرون بلغتهم، ومنهم من ظل يكتبها بحرف التيفيناغ، إحدى أقدم الكتابات في التاريخ كما يعتقد. يتحدث الأمازيغ لهجات عدة وينتشرون في دول لم تعترف كلها بحقوقهم، وهناك يعيش جلهم في مجموعات غير متصلة جغرافية. وكما أن الأمازيغ اعتنقوا قبلا ديانات عدة، فإنهم احتضنوا الإسلام وأثروا حضارته كما أكملوا الرسالة. فطارق بن زياد أمازيغي فتح الأندلس بجيش من الأمازيغ، كما أن علماء ومشاهير كثرا على امتداد الحضارة الإسلامية كانوا من أبناء أرض تمزغة الأصليين. ولطالما تحدث ابن خلدون في مقدمته عن مدى تشبث الأمازيغ بالإسلام والدفاع عنه، وليسوا أقل تمسكا بالأرض. دورهم مشهود في حركات المقاومة والتحرر في بلدان المغرب الكبير. لكن مقاربة سلطات ما بعد استقلال الجزائر لمسألة الهوية الأمازيغية سوفت الحل وأمدت في عمر الأزمة. إنها عقود من الصدام مع السلطة، أو هي كما يسميها الأمازيغ رحلة طويلة من النضال والتضحيات. وهنا برزت منذ البدء منطقة القبائل كأكثر مناطق الأمازيغ في الجزائر نشاطا في المطالبة بالحقوق السياسية والثقافية. لا غرابة أن كانت القوة الدافعة للربيع الأمازيغي عام 1980 وما تلاه من ربيع أسود كما سمي عام 2001. بعد تلك الأحداث ارتقى النظام الجزائري بالأمازيغية إلى لغة وطنية في تعديل دستوري. أصبحت مادة تعليمية خصص لها حيز في الإعلام الحكومي. لكن مطالب ترسيم اللغة الأمازيغية لم تتوقف، والآن توشك أن تصبح كذلك إذا مرر مشروع التعديل الدستوري الأحدث. فلأول مرة تقر مسودة دستور جزائري اعتماد الأمازيغية لغة رسمية شأنها شأن العربية، وتضع آليات للنهوض بكل تنوعاتها اللسانية. سارع متوجسون إلى اعتبار الأمر مناورة سياسية لاستمالة قطاع من الشعب ثائر بطبعه، لكن آخرين استبشروا بتعديل الموعود خيره، ورأوا فيه إنجازا للحركة الأمازيغية في الجزائر، والأهم برأيهم أنه يقوي اللحمة الوطنية ويجعل أخيرا من التنوع تجانسا وثراء.